السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك للأهلي والأهلاوية. لأول مرة بيتربع على عرش الدوري، ولكن مؤقتا حتى إشعار آخر، انتظارا لمباراتي الزمالك بكرة وبيراميدز. الأهلي وصل للنقطة 36، بيتساوي مع سيراميكا كليوباترا، بيحتل المركز الأول. تحتيه بيراميدز والزمالك كل واحد ب34 نقطة. لو كسبوا الاتنين هيكون الأهلي التالت، لو اتعادلوا هيظل الأهلي محتفظ بالمركز الأول. إنما خلينا نتكلم بصراحة كده، مباراة سموحة والمباريات اللي قبلها بصراحة لا تطمئن أبدا على النادي الأهلي، لا الأداء ولا الدفاع كيوت المتفكك دوت، ولا الراجل البركة اللي احنا جايبينه الدنماركي يسرو، اللي مش عارف يوظف اللعيبة. وكان النهاردة بصراحة في خلل كبير جدا، ولولا التوفيق والحظ كان الأهلي على أقل تقدير كان ممكن يتعادل. الراجل فكك الفرقة، الراجل بيعمل كل شيء عكس الطبيعي وعكس المنطق عشان خاطر يظهر الأهلي في هذا الشكل، لأن هو إمكانياته كده. وده اللي ظهر لما كان بيلعب بالاحتياطيين والشباب في كأس العاصمة وكأس مصر. ما يدروش عذر ابدا لو الناس بتركز ان احنا هزمنا ومنينا بهزايم فادحة، سواء في بطولة كأس العاصمة او كأس مصر، لمجرد ان اللعيبة الدوليين ما كانوش معاه. فالاهلي ما عرفش ليه اختياراته كده سيئة. كان قبليه بيسيرو، قبليها كولر. بندفع ملايين الى الان، ناس قاعدة في بيوتها وبتشمس في سويسرا وفي اسبانيا وبتاخد فلوسها بالمساعدين بقى، بالعائلات، اشرف داري، حدث ولا حرج يعني. بالكارثه اللي جبتوها، اللي هي اللاعب البرتغالي الانجولي اللي اسمه كاموش. انا ما اعرفش جايبينه من انهي نصيبه. ما اعرفش اقول لكم ايه. طب روحوا اتعلموا بقى، شوفوا بيراميدز بتجيب اللعيبه منين وتجيب المدربين منين. عشان انا حاجه غريبه جدا، الاهلي بجبروته بتاريخه بعظمته بكل امكانياته، بالسكاوتنج اللي عنده، بالشركه الكوره، بالخبراء، باعظم من لعبوا كوره في مصر، بعباقره الكوره في مصر، وفي الاخر يتبخض الاسد ليلد فأرا. يعني بصراحه حاجه تكسف. لا هو ده الاهلي ولا هي دي امكانيات الاهلي. ولولا ان الاهلي كقوه اقتصاديه قويه كان زمان فضحتنا، وكان زماننا اتوقفنا القيد لينا على كميه الفلوس اللي بنطلعها. ما هو مش معنى ان الاهلي ناجح اقتصاديا ان هو نبرطع ونعربد بالفلوس بهذا الشكل. فدوت برضه تسويف، وده اهمال، واهمال شديد، واهمال غير مبرر، وعلامه استفهام. مين اللي جاب الراجل ده؟ بالظبط زي اللي جاب موديست. ده الراجل يعني الكرة جايه له مرفوعه من الدفاع ونص الملعب لوحده مش عارف يوقف الكرة، حاجه تكسف. يعني اسوأ واوسخ لعيب في الدوري اجنبي احسن من الجثه اللي انتوا جايبينها المنيله دي. ما يتخيرش عن الراجل المدرب اللي هو ضايع اللي انتوا جايبينه برضه. يعني كان ماله عماد النحاسه وكان كمل؟ ليه ما جبتوش علي ماهر؟ طيب ما كناش هنكمل كده. بندفع ملايين لناس قاعده على القهاوي في بلدهم في اوروبا وبتاع، وما زلنا ولو مشينا الراجل ده نفس الكلام هندفع له برضه ملايين. ليه كده؟ لازم حد يتحاسب. يا كابتن محمود، احنا طول عمرنا بنحب الاهلي وبنعشق الاهلي، انما الاهلي فيه حاجه غلط بقى، فيه كوارث بصراحه في الاهلي، وانا غير راضي وزي كل الاهلاويه. ده مش سكواد الاهلي. الاهلي عنده لعيبه بقيمه 40 مليون يورو بالظبط، عامل زي ما جايب عربيه لامبرجيني، جايبها لواحد سواق ميكروباص. 90% من اوبشن العربيه هو ما بيعرفش يستخدمه. ده اللي العلاقه بين اللعيبه والكواليتي العالي اللي عندنا، وان احنا جايبين لهم راجل كفتاجي هو لا يجيد، مش عارف المفاتيح دي تعمل فيها ايه. يعني مصر ان انت تلاعب بن شرقي. لو جبت واحد من على القهوه وسالته بن شرقي يلعب فين، بيلعب طول عمره شمال. هو لا، انا هلعبك يمين وهتأدي زي الزفت لمده 60 دقيقه عادي، ما عنديش مشكله. طيب امام عاشور كل الناس عارفه ان هو قوته كلها ان هو يجي من ورا يطلع قدام، من نص الملعب. بيخلق لك الفرص وبيخلق الحلول بحكم مهاراته، بحكم الرؤيه بتاعته، بحكم الكاركتر بتاعه. لا انا هلعبك وينج شمال اللي هو ما بيديش فيها، فيموت امام عاشور النهارده ما يديكش بجنيه. يا جدعان مش كده حرام؟ مش كده حرام؟ اقسم بالله الاهلي لا يستحق هذا الكلام. الاهلي كده بينهار. دي كده عامله زي كده ايه، توفيق ربنا وبركه دعاء الوالدين وشد حيلك يا بلد بس. انما الاهلي في ادنى مستوياته. الدفاع شوربه، حدث ولا حرج. دفاع كيوت، دفاع فاضي، خط الوسط ما بيساعدش. حتى الدفاع 1 تو 1 ضعيف جدا، التمركز ضعيف جدا. وحدث ولا حرج اذا كنت انت بتتكلم على كده، اذا كنت الراجل المدرب بيوظف لعيبه مش عارف يوظفها صح.
هيوقف الدفاع صح. فهي كله باكج على بعضه كده، الاهلي رايح في سكه وحشه. فانا اعتقد ان الاهلي كده بهذا الشكل هيطلع زيرو بطولات زي العام اللي فات. انما ده دروس بصراحه، الاهلي على الاهلي ان يستفيق، واللي جاب كام جاي اصوله يتحاسب ويدفع فلوس ويدفع اقامته، لان ده فساد رسمي نظمي. وليه حق الاعلام يقطع في الاهلي او في اداره الاهلي. ما هو لما يكون عندنا غلط لازم نعترف ان في غلط، في حاجه كبيره غلط في الاهلي، ولن تستقيم الامور ابدا بهذا الشكل في الاهلي. انتوا طلعتوا عن المسار تماما. الاهلي في اسوأ حالاته رغم كل امكانياته، رغم السكواد واللعيبه وكافراد. اي حد في افريقيا يحلم ان يبقى عنده 3 4 من اللعيبه دي مع مدرب كفته زي دوت دمر الفرقه. اتمنى ان احنا نستفيق، واتمنى ان احنا نصحح المسار. اناف از اناف. يا اما لو مش قادرين ارحلوا.